بلا زبده التوريق وبلا نشا، وانتوما درتو لاكوكا تقرمش ورايحه تجيكم ورقه بالطبع. جيبي كاس تاع حليب يكون دافي، زيدي له 4 كاس تاع الزيت، غرفه صغيره تاع الملح، وحده بياض بيض، وغرفه صغيره تاع خميره الحلويات، ولميها بالفارينه. دلكيها 2 دقائق وقسميها على 6 بولات، دهنيهم بالزيت وخليها ترتاح نص ساعه. دوكا نطيبوا تشكتوكه، نجيبوا 3 حبات بصل مقطعين رقيق، نقلوهم مليح مع شويه تاع الملح، من بعد نضيفوا لها 3 حبات طوماطيش تكون مرحيه، شويه تاع فلفل كحل، فلفل احمر، الملح، شويه تاع زعتره، شويه تاع قزبر، وزيدوا له شويه تاع الملح، وكي يطيب لنا نزيدوا لها شويه تاع فرماج، وزدت لها علبه تاع الثوم، ما محكمت شويه تاع مارغرين، ذوبته مليح يعني حتى غلالي. ودوكا نستعملو كي نحلو العجينه. ارتحت لي العجينه نحلوها كيما مسمن، نديرو في المكان العمل ديالنا شويه تاع الزيت ونحطوا العجينه ونبداو نحلو. وكي يكون راح نطبقوها نديرو لها شويه تاع مارغرين ونعاودو نطبقوها. نسحقوا 3 بولات في الطبقه الفوقانيه و3 بولات في الطبقه التحتانيه، يعني بعد ما شكلنا حبه الاولى تاع مسمن نحطوها في عجينه الثانيه اللي نحلوها ونزيدو نغلقوا عليها، ونحلو الطروازيام نزيدو نحطوها لداخل ونغلقوا عليها، ودائما نديرو مارغرين داخل. بعد ما شكلنا العجينه وجاونا 2 حبات مسمنات كبار نخلوهم يرتاحوا 10 دقائق. ارتحت لي العجينه نحلوها بشويه تاع فارينه وحلوها كيما عجينه المورقه، يعني تدريجيا باش ما يخرجوا لكمش على الاطراف. الاولى كنت خلاص عمرتها بتشكتوكه، درت لها شويه تاع فرماج، من بعد غطيتها بطبقه ثانيه، عبصتها شويه بيدي باش يخرج لها كامل الهواء، وغلقت لها الاطراف. درت لي حبه صفار ودرت لها شويه تاع الحليب ودهنتها من الفوق، شويه تاع الزيتون، دخلتها طيب على 180 درجه، لازم تكون كوشه سخونه من قبل، طيب من التحت بعدها من الفوق، وشهيه طيبه راح تجيكم ما شاء الله.